السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد مع احمد الشريف في ثالث حلقه بقى في سلسله منتجات محليه بديله للمنتجات المقاطعه. حلقه النهارده بقى عن الشوكولاته والبسكوتات وشويه حاجات متنوعه كده، وكام منتج بقى كده سقطوا مني الحلقه اللي فاتت فقلت اجربهم معاكم النهارده بالمره. بس قبل ما نبدا بقى ما تنساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يفك كربهم باذن الله. يلا بينا. انا بقى محتار مش عارف ابدا بايه ولا ايه. بصوا انا هبدا اول حاجه كده بالشوكولاتات. انا بقى محتار مش عارف ابدا بدي ولا بالرخيص ولا بالغالي، بس يعني هبدا بقى القليل الاول وبعد كده نوصل لديت بقى اللي انا متحمس اجربها قوي. يلا بينا. هنبدا اول حاجه بقى بشوكولاته كورونا. طبعا كورونا دي شركه قديمه عندنا من زمان، هم عندهم هنا اصدارين للشوكولاته. في اصدار صغير ده بسعر 12 جنيه حوالي 27 جرام تقريبا، وفي اصدار اعلى شويه بشوكولاته دارك بسعر 25 جنيه. هو ده كواليتي اعلى حتى باين في التغليف، مكتوب عليها طبعا ان هي من هنا فيجن وما فيهاش جيلاتين و100% زبده شوكولاته بجد وما فيهاش زيت نخيل، يعني شويه معلومات حلوه كده. نبدا بالاقل وبعد كده نعلى شويه. نبدا اول حاجه كده بكورونا شوكولاته باللبن عاديه خالص يعني. طبعا انا واحد من الناس بحب جراكس طبعا جدا وبعشق كابري، بس طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي كده يعتبر اقل سعر شوكولاته انا لقيته في السوق، ارخص طبعا بكتير كده من كابري ومن جالاكسي كمان. ده كده شكل المكعب الواحد، دوق كده نقول بسم الله. بص هو طعمها حلو، طعم الشوكولاته هنا قوي جدا، باين قوي، باين ان خامه الشوكولاته نفسها قويه شويه. طعم السكر او طعم اللبن لا قليل حبه، اعتقد ان في نوع تاني اسمه اكسترا ميلك ممكن يبقى مظبوط اكتر، بس لا مش متضايق يعني، طعمها حلو مش وحش. شوف بقى النوع التاني وهو شوكولاته كورونا لايت بدون سكر، وبقى دي حاجه صحيه اكتر مش موجوده حتى في الكابري وفي الجالاكسي يعني. دي كده شكلها طبعا اغمق شويه، دوق كده نقول بسم الله. بص هو طعمها دارك قوي يعني، طعم الشوكولاته فيه مر الحقيقه وما عجبنيش يعني. هي بدون سكر وغالبا ما فيش حاجه بديله هم مستخدمينها، هي بدون سكر وخلاص. طبعا بالنسبه لي الحقيقه انا لا صعب جدا طبعا ما باكلهاش تاني الحقيقه خالص، كانها شوكولاته خام خالص، فلا بالنسبه لي الحقيقه دي اوبشن ذوقي انا مش حلو. جايز طبعا دي ليها ناسها طبعا ممكن يحبوها. خش بقى على تاني نوع وهو شوكولاته دارك، وده طبعا نسبه الدارك فيه 55%. طبعا في منه كذا حاجه، انا جبت بواحده باللوز وواحده بالبندق. نبدا بالبندق، تقريبا نفس الشكل كده بتاع المربعات برده، بس كميه البندق هنا تحس ان هي قليله قوي. دوق كده نقول بسم الله. بصوا هي طعمها مبرر برده، فيها طبعا سنه المراره بتاعت الشوكولاته الدارك دي، انا الحقيقه ماليش فيها قوي، انا اصلا ما خدتش بالي ان هي دارك غير بعد ما جبتها يعني، افتكرتها حاجه اعلى، ولكن طعمها بقى مقبول اكتر بكتير قوي من الدارك اللي فاتت او اللايت اللي فاتت. المكسرات اللي هم مستخدمينها قليله بس طعمها حلو الحقيقه مش وحش ريش يعني. فاجمالا لو بتحبوا الشوكولاته الدارك لا، فاعتقد ان ده هيكون بديل احسن من الشوكولاته اللايت اللي كانت موجوده قبل كده. بص سريعه على باللوز هنا بقى، تحس ان كميه اللوز تقريبا اقل بكتير حتى من اللي كانت موجوده في البندق. دوق كده، دي جامده بقى. بصوا هنا اللوز كده مكسرينه وحاطين منه كميه كتيره الحقيقه، فعامله معادله حلوه في الطعم، حاسس طعم المكسرات اكتر ما طعم الشوكولاته كده اللي هي تعتبر مره سنه، فعامل بالانس حلو في الطعم. فدي هي كده بصراحه لا عجبتني قوي. كده بقى احنا خلصنا نوع الشوكولاتات اللي هي كورونا اللي هي الحاجه اللي موجوده ممكن تلاقيها بسهوله في السوبر ماركت. معانا بقى نوع شوكولاته تاني الحقيقه متحمس قوي اجربه، شفته نازل كده من فتره فدورت عليه لحد ما لقيته، وهو ديسباسيتو. سعر الواحده منها 50 جنيه بس، الحقيقه طبعا حجمها كبير جدا يعني، لو هقارنها برده بالبدائل التانيه اللي احنا مقاطعينها لا، فالحجم ده في الاسعار التانيه لا، ده كده يعتبر سعر ارخص طبعا. جبت منها حاجتين، واحده شوكولاته حليب بعين جمل وواحده شوكولاته بيضه باللوز. طبعا الديزاين هنا شكله حلو قوي، طبعا هم عاملين اطعم واشكال وفرايتي كتير قوي. انا جبت اكتر حاجتين ممكن يعني يكونوا متناسبين مع الذوق العام يعني او ذوقي انا شويه يعني، فقلت اجربهم كده اشوف الكواليتي فيهم عامله ازاي. انا بصراحه احبطت حبه من الكورونا اللي فاتت يعني. ده كده شكلها من جوه، تغليف الحقيقه بتاعها حلو قوي، تحس ان هي شوكولاته مستورده يعني. دي كده انتاج مصري ومصنوعه في بني سويف عندنا. نفتح كده، دي بقى مش عارف كده شكلها، مش عارف بقى ده سوق تخزين ولا من الثلاجه ولا ايه، ريحتها تمام. دوق كده حته نقول بسم الله. طعم الشوكولاته الحقيقه حلو قوي، نضيف جدا، طري كده حقيقه، سموث كده خالص. طعم بقى عين الجمل، وده بالنسبه لي الحقيقه حوار قوي ان هم عاملين بطريقه صايعه قوي، تحس ان هم كده ايه، عارف المكسرات اللي بتكون في الايس كريم اللي من فوق كده اللي بتكون فيها سنه كرمله كده، هي نفس الطعم هنا بالظبط، تحس ان هم كده عاملين طبقه كرمله كده خفيفه خالص على المكسرات، فمديه كده قرمشه كده لعين الجمل، فمديله طعم حلو قوي. لا طبعا ده كده كطعم الشوكولاته كمان حلو جدا ونضيف، لا منتج الحقيقه بالكميه دي كلها يستاهل السعر بتاعه 50 جنيه جدا كمان. نروح بقى الشوكولاته البيضاء، دي بقى اكتر نوع شوكولاته انا متحمس له بصراحه، شكل الديزاين بتاعه حلو قوي. مش عارف بصراحه الابيض ده بيكون من ايه. بصوا هو انا مش عارف بصراحه الابيض ده اللي كان موجود هنا وكان موجود في الشوكولاته السوداء كان من ايه، بس هو مش مدي اي افكت في الطعم ان الطعم وحش او فيه اي حاجه، فاللي فيكم يعرف بقى يكتب لي في الكومنتات ايه السبب. دوق بقى كده حته ونقول بسم الله. جباره حلوه جدا، طعم الشوكولاته البيضاء الحقيقه غني جدا وقوي قوي وحلو قوي. طعم برده اللوز هنا حاطين فيه نفس الهنت بتاع الكرمله كده اللي قلت عليه هنا في عين الجمل. بصراحه دي بالنسبه لي يعني، انا مش عايز اكل حلويات كتير عشان الحلقه كلها حلويات بس مش قادر الحقيقه.
فكده بصراحه بالنسبه لي منتج ديسباسيتو لا يستاهل تجربوه فعلا، وشايفه بديل حلو جدا وقوي قوي. لا ولو شفتوه لازم تشجعوا فعلا المنتج ده وتشتروه، منتج محترم جدا. كده بقى احنا خلصنا منتجات الشوكولاته الخام او الشوكولاته بس بشكل عام. نروح بقى لحاجه ثانيه، وهي تاني فقره معانا بقى، وهي فقره متنوعات. معانا بقى هنا 4 منتجات المفروض ان هم بدائل كده ايه لمنتجات مقاطعه يعني. طبعا فريسكا ستيكس وبوريو وشوكولافرز ده ورولانا ده برده كان عامل قلق كتيره الفتره اللي فاتت دي. ده المفروض ان هو طبعا بديل رافاييلو يعني. دي سعرها 5 جنيه بس. المفروض بقى طبعا اللي هي جواها لوز بجد يعني. دي شكل كده الواحده من جوه، هي فيها 3. ندوق كده نقول بسم الله. طعمها الحقيقه حلو جدا. طعم الشوكولاته البيضاء مع جوز الهند كده. الطبقه اللي من بره دي نضيفه جدا، ومن جوه كده فيها لوزه برده وكريمه كده بطعم الحليب. الحقيقه طعمها حلو جدا. ندوق كده اللوزه طازه والله. فلا هي رولانا بسعر 5 جنيه لا منتج جبار جدا، ما يتفوتش الحقيقه. تاني منتج بقى معانا وهو فريسكا شوكو ستيكس، وده طبعا بديل جالاكسي فروتس. ده سعره 3 جنيه، فرق رهيب طبعا في السعر، بس حجمه اصغر طبعا. دي شكلها كده. ندوق كده نقول بسم الله. والله العظيم طعمه على سعره تحفه جدا. طعمه حلو جدا، غني جدا، ما فيهوش الطعم الدسم قوي بتاع جالاكسي، بس طعمه اقل منه حاجه بسيطه خالص، مش طعم شعبي او طعم لوكال. لا طعمه الحقيقه حلو قوي. طبعا انا لفيت كتير جدا عشان الاقي بديل للاوريو، بس ما لقيتش غير البوريو بتاعنا بتاع زمان. ما اعرفش الحقيقه هو دلوقتي عامل ازاي. بقالي تقريبا اكتر من 10 سنين الحقيقه ما جبتوش ولا جربته ولا اي حاجه، ففرصه بقى كده اجربه دلوقتي واشوف بقى عامل ازاي. ساعه ما بوريو نزل يعني، وانا الحقيقه ما جربتوش خالص. ده كده شكله عادي زي بتاع زمان طبعا. واضح طبعا ان كميه الكريمه وشكل البسكوته اختلف شويه عن اوريو طبعا، بس شكلها من جوه يعني احسن حبه. يلا بينا ندوق كده نقول بسم الله. والله مش بعيد قوي. بصوا الحقيقه طعم الكريمه اللي من جوه تقريبا هو مش ما فيش فرق كبير يعني. تقريبا فعلا لا يعني محتاج خبير نكهات عشان تطلع فيهم فرق يعني. انما الكواليتي باينه الحقيقه في البسكوت. طعم البسكوت هنا حلو لا، بس طبعا فرق بعيد شويه عن اوريو طبعا. ده سعره 5 جنيه، فيه 6 وحدات تقريبا. التاني الحقيقه مش عارف بكام دلوقتي. فمنتج حلو الحقيقه، يقدر يحسن من نفسه. ممكن تزود سعرك شويه بس تدينا كواليتي قريبه حبه منه او زيه بالظبط، هيبقى مقبول ليك الحقيقه. لكن الحقيقه هو منتج مش وحش، وممكن كبديل يبقى حلو جدا يعني. وكده كده تقريبا كل الناس بتستخدمه في العصاير بدل الاوريو يعني. يقول لك اوريو هو بس هو بيحطه. اخر منتج بقى فيهم وهو اغلى واحد فيهم وهو شوكولافرز. وده المفروض ان هو شفته كده حسيت ان هو بديل للسنيكرز. ده بسعر 11 جنيه. افتحوا كده ونشوفه. ده شكله الحقيقه مليان قوي يعني. تحسوا ان هو لا اكبر من سنيكرز، عريض كده شويه وتقيل حبه. دوق كده نقول بسم الله. بصوا الحقيقه هو مش بديل لسنيكرز يعني. هو مش زي السنيكرز، انا اتخدعت فيه طبعا ان هو ما فيهوش سوداني وفيه كريسبي من جوه. بس الحقيقه طعمه عالمي يعني. هو كمنتج طعمه حلو جدا. شبه منتج كان موجود في السوق عندنا كده بيظهر ويختفي فجاه. لو انا مش فاكر اسمه الحقيقه ابقى بحط شكله كده في الفيديو دلوقتي. نفس الطعم بالظبط ويمكن احلى كمان. طعم الشوكولاته فيه الحقيقه من بره او من جوه مع طعم الكريسبي كده الفريش اللي فيه. لا طعمه حلو جدا وممتاز جدا. وانا شايفه برده الحقيقه يعني رغم ان هو مش بديل لسنيكرز بس يمشي بديل لسنيكرز عادي يعني. مش هيقول لا برضه. فبصراحه المنتج ده حلو جدا. تعالى بقى نروح بقى للقسم الثالث معانا في الحلقه، وهي منتجات شركه انا يعني ما اعرفش منها غير كام منتج كده، وما جبتهمش حتى. كام منتج انا عارفهم دول ان هم غالبا الناس كلها عارفاهم، وهي شركه بيسكاتو. طبعا انا الشركه دي بنحبها جدا كلنا نعرفها، بس ما ولا واحد فينا شاف المنتجات دي قبل كده. دي الشركه اللي بتعمل بسكوت شاتو وبسكوت شورتي، ودول تقريبا انا بجيبهم كل يوم والتاني على الفطار يعني. بحبهم جدا الحقيقه. بس انا طبعا ما جبتش الشاتو وجبت الشورتي لان كلنا عارفينهم، وكل اعتقد كل الناس بتشتريهم متوفرين بغزاره في السوبر ماركت. لقيت ان هم عاملين منتجات تاني كتير قوي يعني بديل للدايجستيف بالعادي واللايت واللي بالشوكولاته. وده برضه حاسس ان هو ينفع بديل للاوريو يعني جبت معدوم كده كذا حاجه قلت اجربها بالمره يعني تبقى تشجيع كده للمنتج المحلي. نبدا باول حاجه بقى، هو فيجرو اصابع شوكولاته بسعر 5 جنيه. طبعا هم 4 وحدات. نبدا كده باول واحده من شكلها كده. نقول بسم الله. نفس الطعم بتاع الشوكولاته اللي بيكون موجود في بسكوت شات وكده. طعمها مش وحش الحقيقه، حلو، بس لا يعني ما يتقارنش طبعا بجالاكسي فروتس او حتى بفريسكا شوكو ستيكس. احلى بكتير الحقيقه. شوف بقى المنتج الثاني وهو اسمه بسكوت كرنفال، وده بسعر 8.5 او 9 جنيه. طبعا انا بالنسبه لي كل ده كده بدايه طبعا انا حاجات اول مره اجربها في حياتي. ده كده شكله حاطين كده ايه بسكوت كده عليه طبقه شوكولاته كتيره، وحاطين بقى ايه كذا نوع كده، غالبا 6 وحدات هم. بس الحقيقه شكله نضيف جدا، ريحته حلوه قوي. دوق كده نقول بسم الله. واو. طعم البسكوت الحقيقه كده طعمه حلو جدا، نضيف قوي. تحس ان هو بيديفور كده في نفسه، مع طبعا شويه الشوكولاته اللي انت شايفينهم من فوق قليلين، بس هو من تحت كده الشوكولاته في الكامل منه. فطعم الشوكولاته الحقيقه مع البسكوت ده مدي طعم نضيف جدا وحلو قوي. وانا شايفه الحقيقه ان هو على سعره ده لا منتج قيمته عاليه جدا قصاد سعره. فلا بسكوت كرنفال لو شفته الحقيقه لا ما تفوتوش، لازم تجرب. ندخل بقى على منتجات الدايجستيف. في عندهم ميني دايجستيف وده الساده العادي خالص، وطبعا في منه احجام ثانيه بس انا جبت اقل حاجه طبعا. وفي ميني دايجستيف لايت والاثنين دول بسعر 6 جنيه ونص. وفي بقى طبعا ميني دايجستيف بالشوكولاته وده بسعر 8 جنيه ونص. نبدا اول حاجه طبعا بالساده العادي خالص، طبعا نفس الشكل بالظبط بتاع ماكتيفيس دايجستيف. ندوق كده نقول بسم الله. واو
بص هو ده طبعا دايجستيف اللي هو قمح مش شوفان. طعم البسكوت حلو جدا ونضيف جدا، طعم القمح اللي مستخدمينه الحقيقه نضيف جدا، بس كل ده كوم، وطعم الزبده كوم تاني خالص. طعم الزبده فيه الحقيقه محترم قوي، نضيف قوي، وهم هنا كمان كاتبين ان هم مستخدمين 100% زبده طبيعيه، فالحقيقه الطعم خرافي. طعم الزبده فعلا محترم جدا جدا، وده بالنسبه لي الحقيقه يعتبر شخصيا يعني لا احسن من دايجستيف العادي كمان. فده طبعا كبديل للدايجستيف لا محترم جدا. شوف بقى اللايت نفس الشكل برده ما فيهوش اي اختلاف. بسم الله. بصوا هو نفس الطعم بالظبط بتاع اللي فات، كطعم قمح او كطعم بسكوت نضيف جدا بس بدون زبده خالص بقى. ده بقى حاجه في الهيلثي منه يعني، طعم الزبده هنا فعلا تقريبا مش موجود خالص. فلا ده كده الحاجه اللي عايز يحس طبعا بالطعم الهيلثي او طعم الحاجه الخفيفه، فلا ده ممكن يبقى حلو طبعا ليه يعني. انما الحقيقه انا لا هميل للي فات طبعا جدا يعني. نخش بقى على اخر حاجه وهو دايجستا بالشوكولاته. شوف بقى كده. اوبا ايه ده هم غالبا كنت يعني هم هنا كاتبين هم قطعتين بس هم بمقام 4 يعني، هو واحده في واحده. ده هو ما هو كده 4 هم ليهم كاتبين 2. بصوا هو في كده يعني دول وفي طبعا تاني هنا جوه. هنا بقى عكس بتاع دايجستيف، بدل ما هو الطبقه من فوق لا هم عاملينها من تحت. تمام ندوق كده نقول بسم الله. حلو جدا، طعمه الحقيقه حلو جدا. طعم البسكوت هنا تقريبا نفس الطعم اللي كان موجود في الاولاني، بس هنا كاتبين ان هو معمول بسمنه بدل زبده. مش حاسس ان في فرق قوي من السمنه والزبده في الطعم هنا، بسبب ان طعم الشوكولاته الحقيقه مغطي شويه على طعم الشوكولاته هنا، رغم ان هي حجمها مش كبير قوي في البسكوته لا، بس طعمها مأثر قوي ان هي شوكولاته دارك حبه، فمع الطعم الاجمالي كده لا مؤثره وحلوه قوي، بس ما تحسش بمراره خالص. طعمها الحقيقه مظبوط قوي حلو جدا. نروح بقى المنتجين وهم شبه بعض بالظبط. اول واحد هو بي كات بطعم الفول السوداني والسمسم بسعر 8.5، وبي كولو بطعم جوز الهند بسعر 8 جنيه ونص برده. دول برده انا حاسسهم على شكلهم ده كله ب 8.5 ان هم يعني عارف انت تحس ان هي صفقه كده يعني في السعر طبعا، بس طبعا لو الطعم طلع حلو، ما لو الطعم طلع وحش مش لازم. عاجبني الحقيقه التغليف بتاعهم، يعني تحس ان انت ايه جيب حاجه مستورده كده يعني. شغل بقى البلاستيك والعلب والحاجات دي، ريحته شبه الفلامنكو بتاع الفول السوداني. ندوق كده نقول بسم الله. بصوا الحقيقه هو انا من عشاق طبعا زبده الفول السوداني واي حاجه بطعم الفول السوداني زي فلامانكو وكده، بس لا انا هنا الحقيقه ما عجبنيش الحقيقه طعم هنا تحسه بتاعه ان هو ايه فول سوداني محروق شويه، محروق حبه يعني، في طعم الشياط في الموضوع او طعم حاجه محروقه. ما اعرفش بقى ده حاجه في الباتش مثلا بتاع الانتاج ده، ولا هو ده طعم الفول السوداني اللي هم بيستخدموه فيه. فلا الحقيقه ده ما عجبنيش يعني، ما رشحوش الحقيقه. شوف بقى تاني نوع تفائل بجوز الهند اكتر يعني، ريحه جوز الهند الحقيقه حلو جدا. ندوق كده نقول بسم الله. ده طبعا طعمه احلى بكتير، في قطع جوز هند كده جوه محمصه فمديها طعم حلو. طعم طبعا جوز الهند اللي باين في البسكوت، بس تحس ان هو ما فيهوش اي طعم مسكر، تحس ان هو بسكوت ساده خالص، محتاج طبعا تاكل مع شاي او حاجه، لكن لوحده كده لا ما اعتقدش ان هو هيعجبك يعني. وده يعتبر هو واللي قبليه اقل حاجه عجبتني في الشركه من اول ما بدات. اخر حاجتين معانا بقى هم زي بعض، وهو بسكوت محشي بكريمه جوز الهند وبسكوت محشي بكريمه الشوكولاته، وده برده ممكن يطلع بديل لاوريو يعني. طبعا ده تحس ان هو ايه حاجه كده ايه في الجيل الجديد منه طبعا كتغليف او كده، عكس بقى طبعا التغليف ده تحس ان هو من سنه 70 ما اتغيرش الحقيقه. نبدا اول حاجه بجوز الهند. محترمه قوي الشركه دي في تغليفها الحقيقه. طبعا هي شكلها كقطر صغنن بس لا يعني سمكها كبير الحقيقه، وشكل الكريمه طبعا من جوه مليان يعني. ريحتها حلوه قوي. ندوق كده نقول بسم الله. طعمه الحقيقه خرافي جدا. طعم البسكوته نفسها محترم قوي. طعم كريمه جوز الهند محشيه بيها رهيبه، ما فيهاش جوز هند طاغي، فيها طعم جوز هند كده حلو جدا، بس مع طعم الكريمه الدسم اكتر، فمديها معادله حلوه قوي في الطعم. فلا ده كده الحقيقه من المنتجات القويه جدا موجوده معانا. نروح بقى لاخر حاجه في الشركه دي وهو بسكوت محشي بالشوكولاته. هو تقريبا نفس اللي فات بالظبط بس بالشوكولاته، بسكوت شوكولاته ومحشي شوكولاته. دوق كده نقول بسم الله. طعمه حلو جدا، ولكن انا حاسس ان انا باكل نفس بسكوت شاتو بالظبط، بس مع خلاف ان شاتو بيكون طبقه بيضه وطبقه سوداء، هنا الاثنين كلهم اسود، بس نفس الطعم بالظبط، مفيش فيه اي اختلاف الحقيقه. كده احنا خلصنا منتجات شركه بسكوت. اكتر حاجه عجبوني فيهم بالترتيب بسكوت بالشوكولاته طبعا، عشان انا شايف حاسه شبه شاتو، فحاسس ان هو ما فيهوش اضافه كبيره بالنسبه لي طبعا. ده جاست العادي ده طعم الزبده فيه الحقيقه كان خرافي قوي، والبسكوت اللي محشي كريمه جوز الهند ده الحقيقه كان طعمه عالمي قوي. واخر حاجه بقى واكتر حاجه عجبتني قوي هو بسكوت كارنفال ده، فعلا كان رهيب جدا. كده المفروض انا خلصت حلقه الحلويات او الشوكولاتات، بس كان في كام نوع شيبسي كده سقطوا مني من الحلقه اللي فاتت هجربهم معاكم دلوقتي بالمره. اول حاجه بيك شيبس، طبعا في منه نوع عادي خالص وفي منه نوع كاتل كوكي. نبدا بالعادي. ريحته عاديه، شكله طبعا زي كيس الشيبسي العاديه زي برافو. انا حاسس بالنسبه له كده طبعا برافو طعمه هيبقى احسن شويه. دوق كده ونقول بسم الله. بصوا الحقيقه هو طعم الفليفر فيه اعلى شويه، بس ككواليتي بطاطس لا، انا الكواليتي بتاع برافو شيبسي وبتاعه طبعا سول طبعا لو هقارنه بده لا كانت اعلى بكتير. هنا الكواليتي بتاعته عامل زي شيبسي العادي اللي هو انا بالنسبه لي اصلا مش بحبه يعني، ولكن شغال كبديل لا ينفع طبعا كبديل لو انت بتحب الفليفر اللي يكون قوي قوي كده. شوف بقى كاتل كوك اللي فات ده كان 5 جنيه وده 10 جنيه، بس الشيبسيه يعني حجم رهيب. عايز اقول لكم انه غالبا معظم الشيبسي كله كده جوه يعني، كلها احجام عملاقه كده، بيك شيبس فعلا يعني. دوق كده نقول بسم الله. حلو قوي.
بصوا الحقيقه دي بالنسبه لي كده اول مره الاقي شيبسي كاتل كوك بنفس كواليتي البطاطس النضيفه قوي بتاعت سول، ويمكن اعلى كمان. طعم قوي جدا، بطاطس نضيفه جدا مش مزيته خالص، طعمها نضيف قوي. فلا ده كده بصراحه بالنسبه لي يعني انا هبدا بقى اجرب اطعمته الثانيه. لا يعني لا انا كده ممكن اصنفه اعلى كمان من سول كطعم كاتل كوك. لا نضيف جدا 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 كطعم وككواليتي بصراحه. لا بيك شيبس الكاتل لا رقم واحد، ودي كده من الحاجات المميزه قوي اللي عندنا في مصر. نروح بقى للحاجه اللي بعديه وهو تايجر. في تايجر عادي طبعا كلنا عارفينه، وفي تايجر جديد كده شيبس سيك تقريبا بساط الصوابع، وكان في بقى تايجر تاني اسمه اكسلنس بس انا الحقيقه مش لاقيه خالص تقريبا من كتر الناس ما بتتكلم عنه اختفى خالص من السوق. ده بسعر 5 جنيه وده بسعر 10 جنيه. بس الملاحظ كده من الملمس طبعا هنا ملمس كيس شيبسي عادي، هي تحس ملمس كيس شيبسي يعني ملمس كده كيس نضيف وماسك نفسه محمد. نبدا كده بطعم الفلفل الحلو ده، المفروض طبعا هو بديل كرانش يعني. ندوق كده نقول بسم الله. حلو قوي. بصوا الحقيقه بالنسبه لي تايجر ده يعني بيعمل اطعم كتير كده. في اطعم فيه الحقيقه بتبقى جامده قوي وبتعجبني قوي، وفي اطعم لا بتحسها مخيشه معايا. الفلفل الحلو الحقيقه من الاطعم الجامده جدا اللي عنده. وكان في برضه طعم تاني لسه مجربه من كام يوم اسمه ميكس تشيز كان حلو قوي. بقيه الاطعم لا مش بحسها الحقيقه. شوف بقى تايجر شيبس سيك ده كده شكله من جوه يعني زي ما تكون كده صوابع بطاطس يعني. دي شكلها كده. ندوق بسم الله. انا ما عجبنيش يعني، عامله زي ما تكون بودره بطاطس يعني كده وهم قالينها يعني. فبصراحه لا ما عجبتنيش يعني. المفروض ان هو حاجه صحيه ما فيهوش جلوتين و30% فاتس اقل يعني. تايجر اكسلانس بتهيألي لا يعني برقبته طبعا. اخر حاجه بقى من سلسله جاكور وهو جاكور فشار سيلبريشن بطعم الجبنه. ده بقى مش ب 5 جنيه لا ده ب 12 جنيه. فالحقيقه استفزني قوي ان انا الاقي كيس فشار ب 12 جنيه بس شكله من جوه رهيب. بصوا كميه الجبنه شكلها عامله ازاي. وكمان لفت انتباهي ان كل الفشار جوه شكله اللي هو بص اللي هو شكله مليان ده يعني ما فيهاش فشاره شكلها مختلفه او شكلها رفيع، فشكله كله اللي هو حاجه بريميوم يعني. دوق كده نقول بسم الله. بصوا الحقيقه طعمه رهيب جدا جدا يعني. منتج الحقيقه لا قوي جدا، سعره غالي شويه بس لا الحقيقه يستاهل ككواليتي. الحقيقه لا نضيفه جدا فوق ما تتخيلوا. وبس كده دي كانت حلقه النهارده منتجات مصريه متنوعه كده. حاولنا نغطي معظم الحاجات اللي في السوق وكده. يبقى فاضل لكم عندي حلقه واحده ان شاء الله تبقى مفاجاه الحلقه الجايه في المنتجات المصريه البديله طبعا. بعد كده بقى كل ما هيكون في تجميع لاكتر من حاجه لما نعملها حلقه مجمعه تاني. وما تنسوش في الاخر تدعوا لاخواتنا في فلسطين وتكتروا طبعا من الدعاء الفتره دي ان هم اكيد محتاجين. واشوفكم بخير في الفيديو الجاي. سلام.